رقدنا ونضنا وزدنا رقدنا ونضنا وزدنا رقدنا ونضنا، ولقيناك مازال تحكيو على المغرب باللي حقروه وخسر النهائي ومخدومه وملعوبه وما الى ذلك. حبيبي انا قال لك زوج اسباب للخساره، وين تروح تلقاهم؟ اول حاجه قال لك السحور في الفوطه ولا في المنشفه، قال لك ساحريننا. حبيبي في تاع نيجيريا ثاني سرقتوها له قلتو ساحريننا، علاش ما ربحتوهم عادي وبلي بيناتي؟ المشكل المفروض اذا مدايرينها صح الحارس المرمى اللي مدايرها ما تربحهمش. حنا شفنا العكس، شفنا لي جوار تاع نيجيريا اللي دبدبوا في لي بيناتي. دونك محال. ثاني حاجه يعني كي ديت نتايا المنشفه فركتو فيها، كون لقيتو فيها حاجه انا متاكد تنشروها، نعرفها من مغاربه احبابي وصحابي وجيراني ونعرفهم. كون لقاو فيها ولو كان حرف واحد مكتوب كانوا يخليو الدنيا بالتصاور وبالفيديوهات، ما كاش ما لقيتو والو. ثالث حاجه يعني المنشفه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه هادو كامل مدايرين فيهم سحر. رابع حاجه ماندي درك بغبائه علاش ما دارش السحور في ليغون، ما دارش السحور في البوتس اللي لابسو، ما حطهمش تحت ليبا، حاطهم في المنشفه. مريض انت. والاغلبيه قال لك ها شو اللقطه هذه البالون ما حبش تدخل، تسمى سير كاينه حاجه. تا باين بلي ما تفرجش البالون، والله لا باين بلي ما تفرجش البالون. هذه اللقطه كل اسبوع كاينه وحده اختها، وها هي وحده بعد، هاي وحده تفرج خوتها بعد. انا تاني مدايرين السحور. ريح عقل. ثاني حاجه وهي ضربه الجزاء متفق عليها باش يرجعوا يلعبوا، ولا حمايه من اجل سمعه البطوله والشغب وحمايه الابناء في بلادك، ويزيد يفوت كلمته عليك في بلادك وخايف منه. اللي يغلط يخرج على الصفيه كل عصا واش بيه، وشفناهم ياكلوا في العصا. يعني هذيك نورمال وخايف نتا على برا، وفي بلادك واش اللي واش من المشاكل؟ تسمى السينيغال ما خافوش على اولادهم اللي في المغرب وانتم خفتوا. بركانه سمعه البطوله ما عندهم، ما دخلوها فيها الفريق الوطني المغربي. اذا البطوله كش ما فيها الفريق المغربي ما دخلوش، لانه تعتبر بطوله منظمه من الكاف. ما عندك ما دخلك انت كدوله زعما تصنع عقوبات. ولا انا ما نضحيش بولاد بلادي من اجل اسعاد الغريب. نو 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 ما نديرهاش. وفي نهايه الامر على الاخر لي زافريكان كل كارهينكم. دونك واش ربحتوا؟ ما ربحتوا والو من هذه. باش تنظم كاس العالم راح يسحبوا منك كاس العالم؟ ما يسحبوش منك كاس العالم، كون هاني امبوسيبل. يسحبوا منك كاس العالم علاش؟ خاطرش السينيغال انسحبت ولا ما باليش واش صرا، ولا السينيغال ما دارش لاكوب دارت الفوضى راح يسحبوا منك كاس العالم. اصلا هما كانوا 10 ولا 20 10 ولا 20 سيبورتر، كون هزوهم في باترول وحده داوهم كل ما يصرى لا شغب لا والو. اصلا انا شفت لابوليس قداه واحد 10 اضعاف، كون كل زوج يتحماو في واحد يهزوهم يخرجوهم كل. ثالث حاجه وهي انه اوامر. حبيبي واش من اوامر؟ الملك لحقتو اخبار الجاليه تاعنا في السينيغال مهددين بالموت. حبيبي الركراكي بين الشوطين باش يلم لي جوار ويحكي معاهم على واش صرا في الميطو الاول وكيفاش راح يلعبوا في الدوزيام ميطو، لازم له نص ساعه. 15 دقيقه هذيك اللي يعطيها لهم بين الشوطين ما تكفيش. تسمى انت بانت لك في هذيك ال 15 ولا 14 دقيقه فلان عيط لفلان وعيط لفلان وراحت لفلان ولحقت الفيفا وباش ما يفسدوش للدوره، وعاود تلحق الميساج للركراكي ومن بعد عاود تلحق لابراهيم دياز وراح تيراه بهذيك الطريقه. مريض انت. اصلا ما لحقتش الميساج للركراكي خاطرش من بعد الركراكي عيط على ابراهيم دياز كي ضيعها. تسمى الركراكي ما كانش على بالو، لحق الميساج غير لابراهيم دياز. هو برك لي ما عارفش يتيريها، لانه ماندي من اسهل حراس المرمى اللي تسجل ليه ضربه جزاء. اذا كنت من متتبعي الدوري الانجليزي كونك شفتو اسهل واحد تسجل عليه ضربه جزاء، تيريها له بعيده فقط ما يلحقهاش، لانه ما يروحش مباشره، ينتظر يشوفك منين تيريها ومن بعد يروح في الجهه تاع الكره. اغلبيه ضربه جزاء ماندي يروح في جهه الكره. وشنو المشكل تاعو؟ انه ينطلق متاخرا املا في انه اللاعب اللي راح يتيري ما راحش يركزها مليح في الزاويه، دونك تجي قريبه يجيبها. تسمى راح يغطي 4 ماكسيموم 5 مترات تاع المرمى هذوك اللي في النص. اذا اللاعب غلط وجابها في هذه المساحه يحكمها اوفيسيال لانه يروح معاها. اذا جات بعيده شويه ما يجبدهاش وروح شوفوا، يبقى واقف في عده ضربات الجزاء، يبقى واقف لانه الله غالب بعيده. تكون قريبه شويه يجيبها. ثاني حاجه ابراهيم دياز ماهيش اول مره يتيري بينالتي كي من هك. في نهائي كاس الامم الاوروبيه تاعنا اللي قل من 17 سنه تيراها بنفس الطريقه وسجلها
ومباراة نهائي وكون يخسروا برا لاكوب هكاك وتيريها بهذيك الطريقة وبنفس الرجل اليمنى ودخلت. الخطرة هذه ما دخلتش، تسمى عادي. تاع السينيغال علاش ما فرحوش؟ كاين وحايد فرحوا كاين وحايد ما فرحوش. ماندي فرح واحد منهم. تاع المغرب ما حزنوش، هي باينه ما يحزنوش. يطيح في الارض ويبدا يبكي. اكراد زعما درك يهبط يتمرغ لك نتايا في الكازون ويخلي لا ديفونس فارغه، باين بلي يرجع يجري باش يدافع على المرمى تاعو. واذا نفرضوها انت قلت مخدومه، الركراكي من بعد ما على بالوش ما يحكاولوش بلي مخدومه. حتى ناضي عيط على ابراهيم دياز، نفس الشيء نصيري. علاش يعيط على ابراهيم دياز؟ لا سيدي ماشي علاش يعيط على ابراهيم دياز. ما شفتش انت نصيري كي جاي يجري من هيه اون كايلاشيها ماندي يدخلها يماركيها؟ ما شفتش انت لي جوار تاع المغرب كل دايرين بمنطقه الجزاء ودخلوا يجاروا ورا الكره باش اون ترجع الكره يماركيوها؟ ما شفتهمش هادو. كون جات مخدومه كنا واقفين ما يوقفوش خلاص. علاش يوقفوا؟ نزيد لك حاجه، انا جامي شفت واحد زعما مهدد ولا مش مهدد، جامي شفت واحد زعما قالوا له ضيع ضربه الجزاء ورايح يضيعها يتقابضوا عليها شكون اللي يضيع. نصير يقولوا خلينا نضيع والاخر يقولوا خلينا نضيع. كون جات صح ضايعه كنا ميتقابضوا كل واحد يقولوا تيريها انت ما نتيريش انا، تيريها انت ما نتيريش انا. علاه حتى يروح ابراهيم دياز ويتيريها هو. شمعرك كبير. والاوامر هذه منين جات؟ انا حبيت نفهم الاوامر منين جات. من ترامب، لانه واحد قال لك من عند الملك الفوق وفاتت على خوه هذاك اللي قاعد في المدرجات، انا ما نعرفوش اول مره نشوفه. ومن بعد هبطت. وين هبطت؟ وين راحت؟ انا فرضوها سيدي هذاك هو جات من عنده. سيدي ما جاتش من عنده، لازم يكون على باله باللي عيطوا له قالوا له سمعه البطوله في خطر والجاليه في السينيغال في خطر، لذلك يجب ان تضيع هذه الضربه. حبيبنا كون جا هو اللي مد الاوامر ولا فاتت الاوامر عليه باش يتراطى، ما يحكمش في راسو كي ضاعت الكره. شوفوا مع انفانتينو في زوج حاكمين في رصانهم كي ضاعت الكره، كون جاو على بالهم كون ما يتاثروش كي من هك. كون جا على بالو ما يصوتيش كي كانوا راح يديروا ضربه الجزاء ومن بعد كي يضيعها كان راح ينوض يفرح ومن بعد لقاها ضاعت عاود رجع. دونك عادي في بلادي كره تلعبت، دونك ما تحورش. بطوله ضاعت السبب تاعها الحكم اللي ما كانش في المستوى. ماشي غير الحكم هذا، الحكام ككل تاع الدوره ما كانوش في المستوى. والحكام تاع افريقيا هادو هما ما لازمهمش تكوين، لازمهم نزاهه، لان ما همش نزهاء خلاص. باش تقول لي ماهيش بالعاني ماتش زوج ثلاثه بصح حتى دوره كامل في كل تور كل يوم على الاقل كاينه مباراه فيها لغط على الاقل. والفار ما نحكيلكش زاد صمتها خلاص. كره قدم في زمن الفار دير تحكيم كي من هكا. المهم في نهايه الامر السينيغال عرفوا يلعبوها، داو لا كوب طريقه على بالنا لا تمثل للواقع بصله. ما كانش لازمه كي ترجع كرويا ما كانش لازم يخرجوا، ولكن في نفس الوقت هما كانوا على بالهم باللي كنت مشات ضربه الجزاء تتسجل غدوه الصباح يقدموا شكوى، حتى ولو كان شكوى تحم تبان صحيحه كذاك فوكس تيتر تهزوا المغرب وانت تروح على واش راح يدير لك؟ راح يعترف اخطاء الحكم؟ راح يوقفوا الحكم زعما مباراتين ثلاثه غرامه ماليه؟ صح في التيتر على الاخر هما لعبوا على التيتر، ما يهمهمش هما العقوبات اللي راح تلقاها الحكم من بعد، ولا الناس راح تهضر على لا كوب تاع المغرب شراو الحكم، ولا ما التحكيم كان ماشي في المستوى في التورنوا تاع المغرب. دونك من الاخر داروا ماشي اللي جاهم في هذيك اللحظه كيما هكا، وكانت اي بلد قادر يديروا، ولكن هي تصرف غير لائق. صرات احداث واحد ما معها وواحد ما كان حابها تصرا، ولكن الضغط الاعلامي مانيش راح نحصلها في المغرب ونقول لك هما شراو الحكام ولا الحكام حبا في المغرب قاعدين يحابيو فيهم، ولكن صراو بزاف اخطاء تحكيميه غالبيتها في المباريات تاع المغرب اللي اثرت على هذا الشيء، وخلات كل المنتخبات اللي تلعب بما فيها السينيغال مع المغرب تكون مستعده وعلى بالها بلي كاينه كولاسه. لاش ما كاش كولاسه، ولكن تخليك تحس كيما هيك وتكون مستعد لهذه الاخطاء. لذلك الوحيد اللي يتلام لا لي جوار تاع المغرب لا اللي حاكمين الفيدراليه تاع المغرب لا تاع السينيغال، اللي يتلام هو الحكم، وماش غير الحكم هذا الحكام تاع افريقيا كامل يتلاموا. المفروض خلصت الدوره ما نبقاوش نبكيو على شكون وشكون وشكون وشكون، المفروض على بالك على واش نبكيو، نروحوا نجيبوا الحكام تاعنا نقريوهم. هذا وين فهمت عليه تاع الخليج كيديروا دورات كاس العرب كاس اسيا يروحوا يجيبوا حكام من اوروبا خويا، ما يكسروا رصانهم، ما يبقاو يديروا في التكوين خطراك الشعب ما يفهمش. افريقيا ما هيش تاع قرايه، افريقيا تاع دز والقدام. هذه هي المشكل، هو التحكيم في هذه الدوره لا التنظيم.
لا الملاعب، لا كما قلتوا البنية التحتية هذو كامل كانوا لاباس عليهم، بالعكس بالك من أفضل الدورات في إفريقيا من هذه الجهة. المشكلة الوحيدة هي التحكيم. كي كثر التحكيم والمشاكل التحكيمية تربطت مباشرة بالفيدرالية الإفريقية. الفيدرالية الإفريقية بكل تأكيد مربوطة مع حبيبنا الأقجع، راحت عليكم تحصلت في هذيك. دونك التحكيم هو الملام الأول والآخر في هذه الدورة، وبالتالي ما تجيش تفتي عليا تقول لي ابراهيم دياز طيشها، ابراهيم دياز السحور، ابراهيم دياز ما نعرف وش هي.